في ملحمه كرويه كولريه بتكتيك كولري بتكتيك سويسري. الاهلي يدهس بيراميدز للمره الثانيه في بطولتين، كاس السوبر ال 13 للنادي الاهلي. مبروك جمهور النادي الاهلي العظيم، مبروك رجاله الاهلي الرجاله، مبروك المدير الفني كولر. تاني بطوله ليه من نفس الفريق في اقل من 10 ايام، بطولتين غاليين جدا ومحببين لجمهور النادي الاهلي. شفت بقى هربان انك خايف تلاعب الاهلي؟ شفت الاهلي مرعب قد ايه؟ شفت كهربا بيرعب قد ايه؟ كهربا هو سبب فوز الاهلي، ها خد بالك عشان تعرف ان انت فعلا، وتاكد لك النهارده انك خايف من الفولت العالي اللي عامل لك في دماغك جنان. كهربا هو سبب فوز الاهلي بكاس من بيراميدز اللي هو قد فريقك 20 مره. عشان كده ركبت جماهير الزمالك موجه كهربا علشان انت خايف، والجماهير ركبت الموجه معاك وصدقتك للاسف الشديد عشان مرعوب من وجود كهربا. عشان الفولت العالي بيحطه صح وعلى طول لسعك على قفاك ومخليك بتكلم نفسك ومخلي شكلك عره ومسخه قدام كل الناس. شفت يا مرتى جيش الاهلي علشان تقول للجماهيرك اللي اشتروا 1000 تذكره من اصل 16000 ورجعوا رجعوها؟ سبحان الله، جماهير وفيه. والله العظيم ثلاثه انتوا عره الكره المصريه. اديك شفت بنفسك حجمك الحقيقي والطبيعي وعرفت قيمتك قد ايه امام اسيادك واسياد القاره. لعبنا الماتش اللي انت خايف تلعبه، وللعلم بس سوبر فعلا يشرف مصر احسن من فريقك اللي كان هربان. على الاقل بيراميدز واجه وما خافش وقبل الدعوه وجه لعب الماتش مع انه خسران مني كاس من ايام قريبه، وقبل الدعوه وما خافش وجه بكل شجاعه ولعب الماتش. وبغض النظر عن اللي عمله الشيمي في الماتش، الا ان الماتش كان ماشي كويس وماتش شرف مصر بصراحه. وفريق بيراميدز فريق محترم يستحق الاشاده ان قبلوا الدعوه وما هربوش زي واحد صاحبنا هرب على الملأ وقدام كل الناس وبحجه تافهه. كهربا 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 كهربا، ده احنا هنعملها لك اغنيه قريب، هتلاقي جمهور الاهلي كده واحد مطلع لك اغنيه اسمها كهربا كهربا. اه والله عامل لك قلبان في دماغك. كهربا ما وراكش حاجه في حياتك غير كهربا، هبله ومسكوها طبله. يا سياده الموسيقار، للاسف الشديد احب اقول لك ان الكوكب كله بالمجره كلها عرفت انك عيوطه وهروبه ونادي الضحك الحقيقي اقسم بالله. وكلامك طلع على الفاضي وتعبت حسك زي اغنيه لطيفه تعبت حسي. انت بقى تعبت حس نفسك بدون فايده، وعشمت جماهيرك انك صح وركبتهم الموجه وكله ركب الموجه وطوعك. النهارده اتكسفت واتكشفت، منظرك بقى وحش قوي قوي. اتعلم من عمك بيبو الاداره والتكتيك والمعلمه، يمكن تقدر توصل بناديك لبر امان ويستقر شويه، لانك طول الوقت كلام كلام مفيش فعل. وده سبب نجاح النادي الاهلي ومنظوميته، ان ادارته بتشتغل وهي ساكته وبتشتغل صح. بتعرف تجيب البطولات في الوقت المناسب، بتجيب بطولات في الملعب مش بالكلام مش بالاوراق والمستندات والدوشه. بيلاعب لعيبه تنزل تجيب اهداف تجيب بطولات بس. عاش رجاله الاهلي وعاش جماهير الاهلي العظيمه اللي دايما شرف وعزه وقوه وامان. وكل قول من هنا ل10 سنين جايين جمهوره ده حماه، اقسم بالله على الحلوه والمره معاه. يا جدعان منظر يخض اي حد. انا قلت في فيديو امبارح انك هتتفرج على ماتش الاهلي في الامارات بس تحس انك قاعد في الكتش، ورب الكعبه كاننا في مصر النهارده. الاستاد ما فيهوش كرسي فاضي، ما فيهوش اهلاوي. بطولتين في اقل من 10 ايام، كاسين من نفس الفريق. ده الفرق بيننا وبينك يا مرتى يا سياده الموسيقار. واحب اقول لك اوف كهربا حطه صح. اوف كهربا حطه صح. ويا عم الطموح طموح وترجع بالسلامه. يا توكا، هي الدنيا كده، لما تسيب حضن ابوك وتروح تعيش مع جوز امك هتجرب الفرق بين حنان ابوك واسى وعذاب جوز امك. الفلوس مش كل حاجه، خلي اخرك يبقى الفلوس، انما لعيبتنا رجاله اخرها وطموحها بطولات، والبطولات هي اللي بتجيب الفلوس. هو ده الفرق بين لعيبه الاهلي الرجاله اللي اشترت الاهلي في المحن واللي باعوا زيك يا توكا يا غلاوي يا ابو شيلينين يا معفن. عاش النادي الاهلي ورجالته. النهارده يا جدعان بطوله كله يفرح، وخلي الزملكاويه تنام عيوطه مع العيوطه اللي هربهم وهرب زي الاتوبيس اللي قتل قبل كده. اهلاوي انا والفخر ليا. سلام عليكم.